السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. بكرة بداية العرس الأفريقي الكروي الجميل اللي إحنا بنقعد نستناه بشغف كبير جدًا كلنا. إن شاء الله بكرة حفلة الافتتاح، أتمنى إن هي تكون حفلة جميلة وموفقة، وإن شاء الله هتكون كده. أنا من الناس بقى اللي بتحب تتابع حفلة الافتتاح دي من بدايتها لحد النهاية، باحب أركّز في التفاصيل أوي، 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 باحب أوي أتفرّج على الفنانين اللي بتيجي تشارك وإزاي كل دولة بتقدّم نَفْسها، بتتكلّم عن حضارتها. الفن رسالة مهمة جدًا وأكيد هنشوف حفل افتتاح رائع. المغرب رائعة في كل شيء في الكورة، فأكيد الحفلة هتكون بنَفْس المستوى. باحب أشوف بقى كده وهُم بيرحّبوا بكل البلاد وكل المنتخبات. أكيد حفلة هتبقى جميلة، مستنيينها كُلّنا بشغف. وهتبقى بداية موفّقة جدًا إن شاء الله كالعادة في المغرب. مباراة الافتتاح ما بين منتخب المغرب وجزر القمر. أكيد برضه هتبقى مباراة حلوة، هنشوف كورة. نتمنى التوفيق طبعًا لكل المنتخبات ولمنتخب مصر اللي داخل على البطولة مستعد بقوة يعني، وحاسة كده إن في حماس، حاسة إن في حاجة جديدة. طبعًا الحماس ده من كابتن حسام حسن إحنا متعودين عليه، هو حماس بس يعني. ربنا يستر يبقى حماس ولعب وأداء وفوز ونتايج إن شاء الله خير. نتمنى التوفيق لمنتخبنا ولكل المنتخبات المشاركة بالتوفيق إن شاء الله. كان في اجتماع بقى للCAF وكان في قرارات مهمة جدًا صدرت. أولها إن بطولة أفريقيا هتبقى كل 4 سنين، كل 4 سنين يعني زي كأس العالم كده، يعني هي هتبقى قبل كأس العالم. برضه دي حاجة كويسة لمّا تكون البطولة كل فترة المنتخبات تستعد والدول تستعد والموضوع يبقى الناس منتظراه، يبقى في شغف كده وفي اهتمام، يعني المنتخبات توحشنا. فهي هتبقى كل 4 سنين بدل سنتين. لكن في بطولة بقى اتلغت وهي بطولة أفريقيا للمحليين، دي اتلغت يعني الناس قالوا إن هي ما بتجيبش مُعلنين ولا إيرادات والناس مش مهتمة بيها، وفي لعيبة بتتشارك وفي دوريات بتُقف وبتضيّع وقت الناس. ده غير إن هي مثلًا ممكن يحصل إصابات لبعض اللعيبة، فما يقدروش يشاركوا في بطولات مهمة أو في أنديتهم كمحترفين أو حتى في الدوريات المحلية. فالبطولة دي خلاص اتأرشفت، ما بقاش ليها وجود. الحاجة التانية هيبقى في دوري أفريقي، يعني بين المنتخبات، زي على غرار الدوري الأوروبي كده. دي بقى هتبقى كل سنتين، مش كل 4 سنين، ودي برضه حاجة كويسة، بطولة جديدة، وأدينا بنجرّب وبنشوف وتكون إن شاء الله فتحة خير كده على اللعيبة وعلى كل المنتخبات. نتكلم بقى عن مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة العاصمة، وده كان أول فوز للنادي الأهلي في البطولة دي. ودي الميزة الوحيدة اللي إحنا يعني إيه، طلعنا بيها من المباراة، إن إحنا فُزنا على سيراميكا 1-0. ودي حاجة كويسة أوي إن إحنا أول فوز، خلاص اتسجّل بقى أول فوز ده، واتسجّل أول جون باسم طاهر، محمد طاهر. فيعني حاجة كويسة برضه. آآ ندّي له حقّه برضه الجون كان حلو. عايزين بس نقول إن كل الناس اللي كانت بتتكلّم على مين اللعيبة اللي هتمشي ومين اللعيبة اللي هتقعد، أكيد الناس كلّها دلوقتي عندها ثقة في اختيارات مستر تروي. ليه بقى؟ لإن الراجل عنده عدالة، ادّى للناس كلّها فرصة، ادّى فرصة لكل الناس أكتر من فرصة، فرصة و2 و3. ادّى فرصة لبعض الناشئين اللي هو شاف إن هم يقدر يشتغل عليهم أو يقدروا يكمّلوا معاه، ادّاهم فرصة كويسة جدًا في البطولة دي. كل الناس اللي ما كانتش بتشارك أساسيين في الماتشات اللي فاتت شاركت وبقوة، وماتش و2 ولسه في مباريات جاية ولسه البطولة مستمرة. فلمّا يرجع بقى يقول ده أنا مش عايزه وده أنا عايزه، هنبقى واثقين كلّنا كأهلاوية في اختياراته. ليه واثقين في اختياراته؟ حتى لو كانت اختياراته دي عكس اللي إحنا كنا بنفكّر فيه، يعني حد يقول لك ده يمشي وده يقعد، فجه الراجل قال أسماء غير اللي إحنا قُلناها، اختار ناس تمشي أو ناس تقعد غير اللي إحنا مثلًا في دماغنا إن إحنا عايزينها أو إحنا شايفينها ما تنفعش أو تنفع. لكن إحنا هيبقى عندنا ثقة في كلامه، حتى لو جه عكس أفكارنا. ليه؟ لإن هو طبعًا اللي إيده في الملعب، يعني هو اللي مع اللعيبة، هو اللي شايفهم في التمرين، في اللعب، هو اللي شايف أفكارهم، شايف دماغهم، شايف حماسهم. آآ وكمان ادّاهم فرصة، فرصة و2 و3. فلمّا ييجي يختار، فأكيد هيختار صح، أكتر مننا بكتير.
فأتمنى بعد اختياراته في يناير طبعًا الناس اللي هتقعد والناس اللي هتمشي والناس اللي هتكمّل والكلام ده، يكون الناس ما عندهاش اعتراضات قوية أوي علشان إحنا غيره، إحنا شايفين حاجة غير اللي هو شايفها، إحنا مش مع اللعيبة، إحنا بنتفرّج بس على ال90 دقيقة، لكن هو معاهم طول الوقت، وأدينا شُفنا كلّنا إن الراجل ادّى للناس فرصة، الراجل قاعد مركّز، شاف كل خطوة للعيب، كل حركة، كل همسة، كل لمسة، آآ ادّى للناس كلّها فرص حتى الشباب، فمعنى كده اللي هيتمسك بالفرصة هو اللي هيبقى تمام، واللي هيضيّع الفرصة مش هتيجي له تاني، لإن الأهلي ما عندوش مكان إن هو يقعد يدادي بقى ويطبطب على اللعيبة، لكن أنا عن نفسي كأهلاوية أنا هيبقى عندي ثقة كاملة في اختيارات تروب ليه؟ لإن أنا شايفة إن هو عنده عدالة قوية جدًا، مدرب ذكي جدًا، مدرب واعي، صاحي، فايق، مركّز في كل حاجة، ما بيسيبش حاجة للظروف. وكمان ادّى للناس كل الفُرَص علشان يقدر يحكم عليهم بمنتهى العدل، ده بالنسبة للنادي الأهلي. في موضوع كده عايزة أكلّمكم فيه يعني بما إننا بقى خلاص هنبدأ بقى بطولة أفريقيا بُكرة، وهنتسحل بقى في الماتشات والنتايج والإحصائيات، وهنتسحل مع منتخبنا إن شاء الله نتمنى له التوفيق، وأنا شايفة إن الموضوع متاخد بحماس أوي من الكابتن حسام ومن اللعيبة، طبعًا كابتن حسام في الحماس يعني ما حدّش يعلّي عليه، هو حماس، حماس أوي يعني، حماس بس. إن شاء الله يبقى حماس ونتايج وأداء وكل حاجة، نتمنى لهم التوفيق طبعًا. كنت عايزة أتكلم في موضوع كده صغير كده على السريع، وهو موضوع ال الفرق أو الأندية الجماهيرية. الموضوع ده يعني واكل دماغي بقى له كام سنة بصراحة، أنا حزينة على الفرق دي، وحزينة على الأندية دي. الأندية الجماهيرية أصل الكورة إيه غير جمهور؟ تخيل كده إن أنت بتتفرج على ماتش وحتى لو كان مهم بالنسبة لك يعني كنتيجة هتأثّر مثلًا أو هتفيدك في أنت كأهلاوي أو كزملكاوي أو كده بتنافس أو فرقة كبيرة، وبتتفرّج على ماتش مثلًا لفرقتين شركات أو مؤسسات أو كده، ماتش ميت يعني ماتش من غير جمهور كإنّك قاعد في المقابر. الأندية الجماهيرية يا جماعة بتضيع، بتحتضر، بتتدمّر، وحتى الأندية الجماهيرية بتدّي طعم للكورة، بتدّي طعم للماتشات، بتدّي حماس مش عارفة، مش حاسة إن اللي بيحصل ده طبيعي، يعني أتمنى إن في دلوقتي اتحاد الكورة المصري بيعمل خطة وبيشوف وبيناقش وبيفكّر في أفكار جديدة تفيد الكورة المصرية كأندية وكمنتخبات، لإن أنت ما فيش أندية ما فيش منتخبات، يعني فطبيعي إن أنت هتهتم بالأندية وهتهتم بالتالي بالمنتخب، لإن ده اللي بيدعّم ده، فأتمنى إن يكون في جزء كبير جدًا، كبير جدًا من الأفكار اللي هتتحط على الترابيزة عشان تتناقش، تخُص الأندية الجماهيرية، إزاي نلحقهم، إزاي نرجّعهم تاني، إزاي نطوّرهم، إزاي ندعمهم، إزاي نرجّع الأندية ديّة وتدّي طعم ورونق للدوري وللكاس ولكل البطولات المصرية، إزاي نقف جنبهم، إزاي ندّيهم أفكار جديدة. أتمنى إن الموضوع ده يكون على ترابيزة المفاوضات وعلى ترابيزة المناقشات، أتمنى إن كل الصحفيين والرياضيين والإداريين وكل الناس اللي هتشتغل على الملف ده، إن هم يكون عندهم أفكار جديدة، يهتموا جدًا بالموضوع ده، يشاركوا أفكار مع ناس تانية خارج مصر، يشوفوا التطوير بدأ إزاي وبدأ منين وإيه المشكلة، مشكلة فلوس، مشكلة أفكار، مشكلة إيه بالضبط. أتمنى الموضوع ده ياخد حيّز كبير أوي، أوي، أوي من أفكاركم ومن دعمكم، لإن الأندية الجماهيرية بتضيع، وأنا ما أتمناش كده أبدًا، لإن الكورة من غير جمهور ما لهاش طعم. أتمنى التوفيق لمنتخبنا، وأتمنى بطولة موفقة إن شاء الله، ونوصل كده للنهائي يا رب بالتوفيق، وتصبحوا على ألف خير.